انا مشكلتي كلها تتلخص في ان جوزي زي ما بيقولوا كده ابن امه قوي. انا دي مش مشكلتي، ولا الحب اللي ما بينهم الجامد ده هو ده مشكلتي. انا مشكلتي ان تفاصيل بيتنا كلها عندها، كل اسرارنا عندها، لدرجه ان هو كان هيجيب لها شقه قريبه مننا عشان تفضل عايشه معانا على طول، بدل ما هي ساكنه بعيد. وانا كنت مرعوبه من الموضوع ده، وقلت طب وبعدين هعمل ايه، هتصرف ازاي، ده هي بعيد وخرب البيت بينا. طب لو كانت قريبه بقى، ولا عايشه ما بينا فعلا، ولا في البيت. المهم عدت الايام، وقبل ما يشتري الشقه توفاها الله. قلت الحمد لله اهي جت من عند ربنا، ورجعنا كويسين مع بعض وحلوين، والبيت بقى هادي وبيهتم بيا انا وعياله، لغايه ما طلعت اخته الكبيره وعايزه تديله نفس دور امه عشان تعوضه عن ايه، ان امه ماتت. ورجعت الدنيا ولعت تاني بسببها، والبيت كان هيخرب بسببها. فانا قعدت اقول له مش كل حاجه تحكيها لها، مش اسرار بيتنا عندها. قال لي لا لا انا ما بحكيش حاجه، لا لا ده بالعكس، ده انا يمكن اتخانقت معاها في الاخر وبطلت اكلمها. فانا سكت وعملت نفسي مقتنعه وطنشت خالص، وبقيت بكبر دماغي ساعات، ولما احس ان هو بيكلمها اعمل نفسي بتخانق معاه عشان يمكن يبطل. لغايه ما في مره اتاكدت ان هو برضه بيحكي لها على كل حاجه، وهي من ورايا بتكلمه في كل حاجه. في مره كلمته في شغله وقلت له يلا انت مش هتيجي، قال لي لا قفلي قفلي دلوقتي انا مشغول. فقفلت، لقيت اخته بتتصل بيا، فبقول لها انا مش عارفه مال اخوكي، في حاجه كده في الشغل انا مش عارفاها، قفل معايا المكالمه. لقيته بعديها بشويه بيتصل بيقول لي ها عاملين ايه، انتوا كلكم كويسين تمام، انا معلش كنت متزرزر شويه بس لكن دلوقتي انا بقيت تمام. الله، انت من مكالمه واحده ومن طريقه واحده غيرت كلامك كده. فطبعا اتاكدت ان هي بتكلمه. انا ما عنديش مشكله في كده كله، انا مشكلتي ان هو يا بيتخانق معانا بعد مكالمتها، يا اما بيهدى ويرجع يتخانق تاني. انا بقيت مش فاهماه، وبقيت مش عارفه اعمل معاه ايه واتصرف ازاي في الناحيه دي. اقول له اقطع خالص، ولا انا اكلمها وابعدها. في مره اطنش وفي مره اتخانق، بس انا تعبت وحياتي بقت صعبه وزهقت. انا عايزه حل، وانا مش عارفاه دلوقتي. نفسي يبقى في حدود، وبيتنا ليه اسراره وما يطلعش. اتصرف معاه ازاي؟ الموضوع بصراحه يخص واحد انا اعرفه، مخاصم امه بقالها شهور بسبب مراته واهلها. هو دلوقتي ما شاء الله عليه في مكانة مرموقة جدا، وشغله على أعلى مستوى، وأنا أعرفه من زمان، وعارف إن معدنه أصيل وابن ناس ومتربي والله. بس كمان أعرف عنه معلومة مشينة جدا من أيام الكلية، لأن أنا جارهم من زمان وكنت معاه في نفس الكلية. بس السؤال دلوقتي إن أنا أكلمه بالذوق في الأول وحنن قلبه على أمه تاني، رغم إن أنا والله عملت كده قبل كده من فترة، ولا أهدده باللي أنا أعرفه عنه، وإني هقول لأهل مراته وكمان هروح الشغل وأتكلم وأحكي. لو ما راحش لأمه وصالحها، هي أمه أصلا مش عايزة منه ولا حاجة، ولا ليها طلبات، ولا عايزة منه أي مليم. هي مش عايزة غير إن هو يسأل عليها ويجي يزورها ويطل عليها وتشوف عياله، لأن هي ما شافتهمش من زمان، من ساعة ما عمل الفرقة دي، لأن هم وحشينها خالص. فأنا دلوقتي مش عارف إيه الحل، إن أنا أعمل كده بالاختصار، ولا أصبر تاني. وفي نفس الوقت أنا خايف يفهم إن أمه هي اللي قالت لي أعمل كده، تبقى الدنيا بايظة أكتر. فيبقى إيه الحل؟ أخده باللين، ولا أدخل في الموضوع ده على طول كده بالناشف؟ يمكن ربنا يرجعه لعقله ويرجع لأمه ويشوفها.